لو لسه ما جربتوش الوصفة دي يبقى فايتكم كتير جدا. وصفة صيفية سهلة وبسيطة ومش هتاخد منكم وقت وهتعجب البيت كله. لازم تجربوا الوصفة دي، فاعملوا لها سيف علشان هتحتاجوها. فوق غويط على النار هضيف مكعبين من الزبدة وشوية صغيرين من الزيت. هنزل بمكعبات من الفراخ اللي انا قطعتها بالشكل ده، وهنقلبها شوية في الزيت على نار عالية. وهنضيف بصلة متقطعة و3 فصوص من الثوم المفرومين وشوية من التوابل هكتبها لكم بالتفصيل في الكابشن. هنزل عليهم بقى بالفلفل الألوان. أنا ضفت فلفل أحمر رومي وفلفل أصفر وفلفل أخضر، بس ده حلو مش سبايسي. هقلبهم كويس. واخر حاجة هضيفها البطاطس اللي انا حمرتها، دي بطاطس مكعبات متحمرة. وبعد كده هنقلبهم تقليبة وعلى الطاجن مباشرة. اي طاجن عندك غويط هنضيف عليهم نص كوباية من الكريمة اللباني او اللبن لو مفيش كريمة. وبعد كده الجبنة الموتزاريلا هندخلها الفرن تلت ساعة مش اكتر من كده، لان كل المكونات فيها مستوية. يا جماعة ريحتها ملت المكان، لازم تجربوها. وصفة سهلة وسريعة وفيها كل العناصر الغذائية. قدموها مع رز أبيض وبألف هنا. دي مش بس أحلى وصفة للتشيكن ستريبس، دي أسهل وصفة تشيكن ستريبس في البيت ممكن تجربوها. مقرمش وزي المطاعم وبخطوات بسيطة جدا. سيفوا لايك ويلا بينا. هبدأ بخليط النقع: دقيق، مية ساقعة، بيض، وشوية من التوابل هكتبها لكم بالتفصيل في الكابشن تحت الفيديو. هنضيف الثوم ونقلب كل الخليط ده كويس جدا لغاية لما العجينة تكون بالقوام ده. صدور فراخ مخلية من العظم قطعتها بالشكل ده، هبتدي انزل بيها في الخليط. اهم حاجة تصفوها كويس جدا من المية. هغطيها كويس جدا بالخليط وهسيبها في التلاجة من 6 ساعات لليلة كاملة. تعالوا نجهز طبقة التغطية: دقيق ونشا وشوية بسيطة من التوابل. هقلبهم كويس جدا وهنزل بقطع الفراخ، ولازم تغطوها بالدقيق بالشكل ده. كده احنا جاهزين. هسيبها ترتاح نص ساعة في التلاجة وفي زيت غزير نبتدي نقليها. وبس كده هتنبهروا من طعمها ومن القرمشة. سهلة وبسيطة ومش هتاخد منكم وقت، وطعمها حكاية، وتسويتها كمان ممتازة. وعلشان كده انا بقول لكم من غير مقدمات كتير، عايزه اقول لكم ان دي احلى صينيه فراخ بالبطاطس وصوص الليمون هتجربوها في حياتكم. مختلفه وجديده جدا وطعمها حكايه. سيفوا لايك ويلا بينا. جربوا الصينيه دي باوراق الفراخ. انا خدت النهارده مجموعه من اوراق الفراخ وقسمتها بالشكل ده، وده بيخلي التتبيله تدخل في كل حته. هبتدي في تقطيع الخضار. دي بطاطس هقطعها ترانشات بالشكل ده، مش تخينة ومش رفيعة. وكمان هحتاج ترانشات من الليمون القضاليا والبصل، هقطعهم واسيبهم على جنب. تعالوا نجهز التتبيلة: صلصة طماطم، مية، دبس رمان، وتوم، عصير ليمون، وشوية من الزيت أو زيت الزيتون. هضيف شوية من التوابل، والتتبيلة بالكامل هكتبها لكم تحت الفيديو في الكابشن. هنقلبهم مع بعض ونبتدي نضيف قطع الفراخ بالشكل ده ونتبلها كويس جدا بالتتبيلة دي. هنسيبها في التلاجة لمدة 2 ساعات على الأقل. تعالوا بقى نجهز الصينية بتاعتنا. في البايركس هضيف البطاطس والبصل، هتبلهم بملح وفلفل وبابريكا، وهبتدي أضيف قطع الفراخ اللي أنا تبلتها، وهنزل بباقي التتبيلة علشان تغطي الفراخ والبطاطس. وهضيف بقى شرايح الليمون القضاليا، ودي أهم خطوة. هضيف كوباية من المية علشان الفراخ والبطاطس يستووا كويس. هغطيها بورق الزبدة والفويل وندخلها الفرن، وده شكلها بعد ما استوت. قدموها مع شوية من الرز الحلو ده. جربوها وبألف هنا. أوعدكم بعد الفيديو ده مش هتاكلوا الفراخ غير بالطريقة دي. فرخة متدلعة بالزبدة والثوم والروزماري والزعتر بنكهة البرتقان والليمون مع الخضار. صينية من الآخر. سيفوا لايك ويلا بينا. فرخة يكون وزنها كبير شوية مع شوية من الخضار. هفتحها بالشكل ده بين الصدر والجلد علشان نحشيها بالزبدة. تعالوا ندلع الزبدة: توم، روزماري، زعتر فريش، وزبدة بدرجة حرارة الغرفة. هضيف عليها شوية من التوابل ومرقة فراخ وشوية من العسل. هقلب كل ده مع بعضه، وكده التتبيلة بتاعتي جاهزة. شرايح من البرتقان والليمون القضاليا. هبتدي احشي الفرخة بالكلام ده وعليهم عود زعتر وعود روزماري. تعالوا بقى نعمل مساج حلو كده للفرخة من بره وبين الجلد واللحم كويس جدا بالزبدة اللي احنا عملناها. وفوق الوش بقى ببواقي الزبدة ضفت عليها شوية من عصير البرتقان وغرقتها بيها زي ما انتوا شايفين.
هدخلها الفرن وكل تفاصيل التسوية هكتبها لكم في الكابشن. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. بذمتكم في فرخة حلوة كده. عايزة اقول لكم الخضار بيشرب من التتبيلة، طعم الزبدة بيبقى خطير، لازم تجربوها. هستنى اسمع رأيكم وبألف هنا. انا جاية اثير الجدل واقول لكم ان انتوا اللي اتعودتوا عليه مش احلى حاجة يا جماعة. الشيش طاووق مش لازم يتعمل بأوراق الدجاج، ممكن جدا تعملوه بالصدور وهيبقى أحلى بمراحل. وصفة سهلة ولذيذة مناسبة للدايت ومش هتاخد 10 دقايق. سيفوا لايك وتعالوا نعملها سوا. صدور فراخ مجمدة يا جماعة، وده الأفضل. هنقطعها مكعبات كبيرة عشان يكون التحكم فيها سهل. هتبلها بشوية من التوابل سهلة ولذيذة، هكتبها لكم في الكابشن. 3 معالق كبيرة من الزبادي، ربع كوباية من زيت الزيتون، وبس كده. مساج حلو بقى ونسيبها ليلة في التلاجة لو تقدروا. هستخدم أسياخ الشوي الخشب بس هنبلها الأول علشان ما تتحرقش مننا على النار، وبعد ما رصناها نسيبها على جنب. واوعوا ترموا بقى التتبيلة دي، هقولكوا هنعمل فيها ايه. على الجريل هرش رشة بسيطة جدا من الزيت، وهنزل بالأسياخ بتاعتي على نار عالية في الأول، ولازم يكون في مادة دهنية علشان الفراخ ما تلزقش مننا. هنقلبها على الوش التاني، وفاكرين باقي التتبيلة اللي قلتلكوا عليها، ضفت عليها شوية من البقدونس وقلبتها كويس، وهندهن بيها الفراخ بتاعتنا. بتدي ريحة وطعم حكاية. هنسيبها تستوي وبس كده. اللون يجنن، الريحة روعة، والطعم ولا أروع. وأتحداكم إن انتوا هتدمنوها. اعملوا شير لكل أصحابكم اللي عاملين دايت عشان يشوفوا الوصفة.